احنا هندي انتصار مزيف لمناع ونمشي من هنا وننفذ كلامه. بس انت بقى تقعد هنا تبني مخازن للسلاح وتأمن البيت. والسلاح اللي انت هتقول عليه ده يا خواجه هيجي متى؟ عقبال ما الحشيش يطلع من الارض احنا هنرجع تاني نعلمكم طبخ الحشيش من غير ما عيلة مناع تعترض. يا خواجه الاهم السلاح. يا ريس دياب، نقل السلاح اصعب من نقل المخدرات، وانتوا في ظرف سنة كده هيبقى عندكم مخدرات بملايين وعندكم سلاح برضه هنحصل ثمنه من الملايين اللي انتوا هتكسبوها. انتوا كده تبقوا حققتوا حلمكم بالقوة والفلوس. مش مهم الملايين يا خواجه، الاهم هو السلاح اللي هيخلينا وحوش الجبل. مطمن لهم ده والله ما انت عارف حاجة. الحق يا سماح. مالك يا بو؟ عيد حسان جاي على مهل. بتقول ايه؟ الجاس لازم يرحلوا، الجاس لازم يرحلوا، الجاس يطلعوا برا، يطلعوا برا. مش قلت لكم مناع كلمته جد وهينفذها؟ ايه اوعوا تسلمونا ليه؟ ده ممكن يقتلنا. اجمعوا حاجتكم بسرعه وانا مش هعملكم غير لما تركبوا عربياتكم وتطلعوا برا النادي. شكرا يا همام. يلا 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 سلام يا همام. لو السلاح اللي قال عليه الخواجه كان معانا دلوقتي، المدافع والجنابل والرشاشات، كنا خلصنا من عيلة حسان كلها. ولع يا عمي ولع. خواجات يطلعوا برا. يطلعوا برا. خبر يا مناع، هو ده اللي اتفقنا عليه يا مناع. مش قلت لك هملني الموضوع ده وانا هتصرف؟ مفيش كلام يا همام، سلم الخواجات والا نحرق البيت باللي فيه. لا احنا مستسلمين يا مستر مناع، مستسلمين. محدش هيتحرك من هنا الا ما يركبوا ركايبهم ويغوروا من مطرح ما جو. احنا هنمشي من هنا يا مستر مناع، بس همام عايزنا نرجع بعد ما نجمع المحصول. نرجع ولا لا؟ احنا تحت امرك. انت مالكش قيمه عندي عشان اديك كلمه. خبر ايه يا مناع؟ انت اتملكت الناجي وهتتصرف فيه زي ما انت عاوز ولا ايه؟ الخواجات دول ضيوفنا وفي حمانا. الضيوف يكونوا خفاف، مش يجي يبلطوا وسطينا ويجيبوا سلاح عشان يفرقوا بينا. اسمع الكلام يا دياب، بطل تكابر ما تبقاش غشيم. خلاص يا مناع هزعطهم، بس على الاقل نحميهم لغايه ما يطلعوا برا النجع. ايوه احمينا يا مستر همام، احمينا. هتمشوا وسط الناس لحد اول الطريق وبعديها نهملكم ونعاود، ويا ريت الكلاب يكون عندها نظر وتهبشكم ونخلص. اطلع يا جاموس ابيض. وسع وسع. يلا يا رجاله. مش عايز مشاكل في السوق مع اي حد من التجار او الموردين للاسمده. قريب قوي هنزل بنوع جديد من الاسمده هنغطي بيه الصعيد كله. المهم يكون حاجه احسن من موجود في السوق. الابحاث شغاله في مصنع مناع والنتائج كويسه، ودي مش اول مره نستعمل النوع ده. ان شاء الله تكون حاجه كويسه، بس المهم السعر يا خواجه. بوعدك اول خط الانتاج الجديد ما ينزل هتكونوا انتم المحتكرين للخط الجديد ده. هو كل واحد في المحافظه بتاعته هتكسبوا مكاسب كبيره قوي هتعوضكم عن كل اللي فات. احنا رجالتك يا خواجه. قدامكم شهرين او 3 علشان خاطر تصفوا المخزون القديم من الاسمده التانيه وتستعدوا لزماد مناع الجديد. ربنا يستر يا خواجه ويطلع حكم الاهالي زين، اصل الناس صعب يغيروا النوع اللي اتعودوا عليه. انا بفكر اسمي الانتاج الجديد العفريت، لان النتيجه اللي هيعملها مع المحاصيل فعلا شغل عفاريت. تصوروا القوطه تبقى قد كده ولونها زي الدم، وانواع الخضار التانيه هتكتر وترخص وانتوا تبيعوا وتكسبوا والناس تاكل بالهنا والشفا. يدوم العز يا كبير يا ولد الكبير. ربنا يديم علينا وعليكم الافراح.
وادعوا لكبيرنا. امين. ربنا يتم شفاه ويعود لنا بالسلامه ان شاء الله. قولوا امين. امين يا رب، يتم شفاه على خير. من بكره بامر الله وبعد المحكمه هنبتدي شغل في الارض. هنشتغل في الارض ازاي من غير وجود المهندس عمر؟ انا هقعد الاقينا وابعته لكم، بس ديتها نخلص من المحكمه. يلا يا رجاله، بسم الله الكل ياكل وينبسط. ايوه بالهنا والشفا. يلا يا رجاله. يا كبير. كل يا ولد. كل. اقعد كل. كل. كل يا ريس كلوا. ما تخافوش. اقعد ياكل. أما لو صدقوا الخواجات في حكاية السلاح دي، وخصوصا الأربجيه اللي هيقولوا عليه ده احنا ندك بيوت عيلة حسان دك، ومن واحنا هنا في بيوتنا. يا عمي دي حكاية قدامها وقت طويل على ما تتم. احنا في المصيبة اللي ملهاش وقت. المحكمة اللي هتتنصب بكرة. واحنا يهمنا فيها ايه؟ دي محكمة خايبة ما عليهاش دليل، غايته يقعدوا يزعقوا ويهللوا على الفاضي. وليه ما يكونوش وصلوا لدليل؟ مش يمكن زرزور قال لهم على حكاية الفلوس المدسوسة جنب بيت عايشة؟ خلاص يبقى اكيد وحتما المحكمة دي تتنصب المغاوري عشان يثبت عليه الخيانة قدام الكل. يا عمي لو كانوا عايزين يتهموا مغاوري كانوا عملوا محكمة في السر عشان الفضيحة. يبقى هيقعد يهدد ويحلف مليون يمين انه هيقطع خبر اللي سرق عشان يخوف الناس. مش مناع اللي يهدد على الفاضي، واديك شفت. والله انت اللي عامل له قيمة على الفاضي وبتحب تمشي ورا كلامه، ما عرفش ليه. لو كان مناع وصل لل50,000 اللي مكتوب عليهم بخط ابوه يبقى اكيد عرف انها الفلوس المسروقة. صح، وساعتها يبقى ما قداموش غير انه يتهم مغاوري. لو كان بيفكر زيك، لكن مناع انا خبره زين، ممكن يعرف مين اللي سرق ومين اللي وز. بس يا ترى يا عم انت مين فيهم، اللي وز ولا اللي سرق؟ يا ريت تريحني. أنا مش عايز منك أكتر من شهادة حق في المحكمة وقدام أهل النجع كلهم. لا طالب منك توزع على حد ولا تفتش سر حد. طب وش الغلة اللي وعدتني بيه ست وجيدي؟ هيوصلك، بس بعد ما تتم عملك وتفتح الحجاب ده قدام الناس كلها وتقول يخص مين، ومش مطلوب منك أكتر من كده. البندرية ناسي وأهلي، لو فضحتهم مش هيسيبوني في حالي. اسمع يا أبو الحمد، لو خايف على نفسك احنا ممكن نتويك عندنا في الأرض الجديدة، تشتغل وتاكل وتشرب وتعيش وسطينا بالحلال. هي المحكمة ميتة وهتحاكموا مين؟ بكرة الصبح، ولو مش ناوي تحضر قول من دلوقتي. أنا غير دي أوفر عليكم وجع الراس، أدلكم على اللي سرق الفلوس وحطوها وين، تقتلوه من غير محكمة ولا شوشرة، تاخدوا فلوسكم وتدوني حقي.
ويا دار مداخلك الشر. سيبوني افتح الحجاب. لا، انت عاوز تعمل مصلحه على حسابنا بشغل الاونطه بتاعك ده دجال انت. يا عم ناجي، زين الفكره طالما هنعرف الفلوس راحت فين. قول يا ابو الحمد. سيبوني ازود البخور عشان العكوسات. حركش ما حركش حركيش، عفاريت فريس طرفيش بحوافر حمية وشواكيش. حركش مركش سلسالي سوري سلسل اهلي قبضان العدي. خدي نايبك رجية، شقيانة طول النهار في البيت، وانت يا مرت اخوي بالهنا والشفا. وانت خدي دي يا ام الجمال كله. تسلم لي. ما تتكسفش يا ام جميله، هو ديابك ده لما تبقى غزالته رايقه. ايوه، اصل معمر الطاسه شارب له حشيش قد كده. وانت يا جوزي مش كنت تعمرها انت كمان؟ على الاقل تسمعني كلمتين حلوين. اقول لك ايه؟ اقول لك يا جميله، ده العيال الصغارين بيقولوا لك يا جميله هتطلع ماسخ. على الاقل اديني حته فروج، ولا مستني عمك لما يقسم عليا وعليك؟ الفراج قدامك اهو، كلي على كيفك مطرح ما يسري يمري. وانت مش هتاكل؟ يا شبعان. عارف يا ولد اخوي، لو كنت شديت لك معايا نفسين كان زمانك كلت جمل بحاله. انا جاي مقعد في الهواء، خنقت. مستنياك يا صابعي لما تخلص وتطلعي. استحي يا بت، ولا العين البتش عندكم وراثه؟ تقصد ايه يا رجية؟ ورثة البشاحة عن مين؟ لك في القدر على فمها هتطلع البت لامها. خبر ايه يا مره انتوا وهي؟ هتتحركوا قدام ولا ايه؟ ولا عايزين تسدوا نفس على الوكل؟ اختشوا ماتوا. يا ليلى بجد ده حجاب نافع اللي عملته له ضد السم والحسد. انا دلوقتي عرفت ليه سم التعبان حوج فيه، علشان الحجاب كان وقع منه بيت حسان. يعني نافع هو اللي كان بيسرق بيت حسان. ما تنطق ابو الحمد وتقرا الحجاب. انت ما عرفش تقرا ولا ايه؟ هو حجاب انجليزي؟ مش بفك طلاسم عشان اطلع الاسم. طب سهل شويه، مش انت اللي عامله ده؟ يبقى سهل تعرفه. لا، وكله طلسم وليه طريقه في الحل. انا ما عايزش سحر، انا عايز اعرف الحجاب ده يخص مين، وانت قلت ان اسم صاحبه مكتوب عليه. الحجاب ده غالي وكنت بعمله ب1000 جنيه. يبقى صاحبه راجل غني واكيد من كبارات البندريه، وقلبه ميت وزي الطور وقاتل. يبقى كده انا عرفته خلاص، مفيش غيره دياب ولد البنداري. دلوقتي كل حاجه انكشفت على البخور. الحجاب وقع منه وهو بياخد الفلوس، ولو صبرتم عليا هقول لكم حط الفلوس وين. انت صدقت كلام الراجل الخرفان ده يا عمي؟ الخرفان ده عرف كل حاجه. ايوه عرف، لكن مش من الدجل والاونطه. عرف لان جيت عشا عندنا، واكيد حد من رجالتنا قال له لقينا الفلوس فين. بعد ما رسيت على دياب لساك ناوي تماطلي معاي وتنصب محكمه، ولا هناخد طرنا منه بيدنا؟ انا اروح لهمام. اسبقني انت يا عمي وانا هحصلك. ناوي تفتش السر قبل المحكمه، ولا ما انتش ناوي تنصب محكمه من اساسه؟ ريحني يا ولدي وقول لي هتعمل ايه بالظبط. روق شويه يا عمي، ربنا يلهمني الصواب وتجنب الخطر. اسمع يا مناح، يكون في معلومك لو انت ناوي تتهاون في حقنا لا يمكن اتهاون ابدا. دياب ده ملعون، كان ناوي يوقع العيله ببعضها، يعني يستحق القتل. يا عم ناجي، الامان اللي احنا عايشين فيه ده ثمنه غالي قوي، وابوي ياما تنازل عن حقوق عند البندريه عشان يوفر الامان للناس كلها. انا اضرب ابوك منك، ابوك عمره ما تهاون في حقنا ابدا. ومين قال ان انا هتهاون في حقنا؟ لكن بالعقل اللي ربنا اداهولنا. الاصول بتقول ان قابل كبيرهم واتكلم معاه وبالمعروف. نفيسه نفيسه رد عليا امال. مين؟
مين هينادم عليا في الساعة دي؟ أنا عمك أبو الحمد جايب لك أخبار زين، بس لازم الحلاوة جد ومعزة. رقي شوي طلعالك. ضمننا المعزة نشرب لبنها طول اليوم والجد يضرب بيه. خبر ايه يا ابو الحمد؟ دي ساعة تخبط فيها علي وانت عارف ان البيت من غير راجل؟ ما أنا مش غريب، أنا عمك أبو الحمد. وعايز ايه يا عم ابو الحمد؟ تكونش عامل لي تحويطة انا التانية تنجيني من السم والحسد كيف المرحوم جوزي؟ أنا ما فيش حاجة تستخبى علي، أنا أعرف كل المداري. واحنا ما عدناش حاجة نداروها ولا تلزمنا اسرارك. فلوس حسان اللي انسرقت أنا عارف مين اللي سرقها، ما رضيتش أقول لمناع عليها، لكن لو ما جبتيش الجدي والمعزة لحد عشتي أنا حقول نافع هو اللي سرقها، وحتشيل العار أنت وعيالك طول عمرك. قطع لسانك راجل ما تختشيش. هي دي الرحمة اللي هتشيح حاله؟ مش حقاوي كنت عامل جوزك ضد السب والحسد، وقع منه في ايد الحسان، عشان كده قصة الحنش حوقت فيه. يبقى عشان تداري خيبتك تقوم تلطخ سمعة جوز ابو عيالي؟ طب وديني وما اعبد لاني شكياك للدياب يقطع لسانك. انا عشان خاطر جوزك المرحوم رميت التهمة على جنب. ومين حيصدقك في التهمة الزور دي من غير دليل؟ كانوا لقي الفلوس المسروقة عندينا؟ انا دليتهم على مكان الفلوس وراحوا طلعوها، علشان كده عيلة حسان بتحلف ببركتي. مش مصدقاني؟ روح اساليهم. كان بدل ما تدلهم كنت خدتهم لنفسك يا فجر يا ولد الفجري. ما ينفعش، انا مش مسموح لي اخد حاجه لنفسي، انا اللي بيجود بيه اهل الخير ليا. يبقى كفايه عليك اللي هتاخده من مناع، وبعد عني وخلينا رب العيال اليتامى اللي ما لاقينش اللقمه ياكلوها وما ناقصينش فضايح. يبقى خليها بجميله واروح لمناع اقول له ان الحجاب اللي معاك بتاع نافع وانا نظري خاني وما عرفتش اقرا، وتعيش في العار انت وعيالك طول عمرك. استنى يا ابو الحمد، هجيب لك المعزه والجدي، بس قول لي كيف نافع يسرق وهو كان يحشش مع دياب طول الليل؟ تقصدي ان كانوا مولسين مع بعض؟ يعني الفضيحه اللي هتمس جوزي هتمس دياب، ولو حبيت تفضح دياب هيقطع راسك. تقصدي ايه يا مرات المرحوم؟ روح روح قولي اللي تقوله، مالكش حاجه عندي، انت راجل ما تستحيش. يعني راحت المعزه والجد، بكره هتيجي وتترجوني نزع الغم. غور جاتك غاره تاخدك وتاخد اللي جابك. منها لله اللي صدت نفسك عني. مين اللي بيخبط؟ افتحي، انا جميله. ما قليلة الحياة زي اللي جابتك. خبرك ايه يا جميلة؟ قلقانه على همام، خلي الدياب ينزل يطل عليه. وما تدوريش عليه انت ليه يا خيتي؟ مش جوزك؟ ما انا طليت عليه من فوق السطح من ساعه زمن، وكان قاعد ومعاه مناع. طليت عليه تاني ما لقيتش حد، كانه اتخطف. ما تاخديش في بالك يا جميلة، تلاقيه راح هو ومناع يتمشوا نواحي العين، دول اصحاب طول عمرهم وبيتانسوا ببعض. بس انا قلبي واكلني على جوزي وممكن مناع يغدر بيه. يا بنت ما يغدرش بيه، بقول لك دول اصحاب طول عمرهم. ده انا مصيبتي في والد اخوي ان هو مصاحب مناع وبيسمع حديثه، لو قال له شرك بيشرك، غرب بيغرب. خلاص انا هطلع وحدي الفلف عليه في النادي. استني يا بنت استني، هروح ادور عليه. يا ساتر، جاتكوا شوطه تاخدكم كلكم، طيرتوا النوم من عيني. انا ما هصبرش يا دياب، انا طفح الكلبي. هنام يا دياب. نام، انت هتهدديني، نامت عليك حيطه. ان شاء الله اللي يكرهوني هم واللي جابهم.
الايام يا همام. السيف بتاعي والخنجر بتاعك دفناهم في الجحر من كام سنه وما اتغيروش. الله يجازيك يا مناع، الله يجازيك. والله فكرتني بابوي. ابوي اول ما شاف الخنجر ده عجبه وقال لازم ياخده. قمت انا سرقته وجيت لك جري، قلت لك يا مناع شوف لي مكان ادس فيه الخنجر ده، مفيش مكان امان في بيتنا. بقول لك ايه يا همام، هو انا لو ما كنتش اديتك الاماره كنت طمعت في فلوس ابوي انت وعمك؟ انا كنت هدسها في بيتي خوف من الفضيحه، لكن اقول ايه لاهل البلد؟ اقول ايه؟ اطلع المرحوم حرامي وافضح مرته وعياله الصغيرين من غير ذنب. عندك حق، ذنبهم العيال يتعاروا بعملة ابوهم. والحل ايه يا اخوي؟ لو نصبت المحكمة الراجل هيتفضح وهو ميت، ما تسيبوا لحساب ربنا. لكن ليه ابو الحمد كان بيقول ان الحجاب حجاب دياب؟ كذاب، لان حجاب دياب معمول من وبر الجمل، لكن الحجاب ده معمول من جلد المعزة. مش بعيد يكون حجاب نافع، لكن عمي لا. مصدقك يا همام، وكان قلبي حاسس ان ابو الحمد كذاب، كانه عايز يولعها نار ويخلص من دياب. اهو جاب روحه، من بكره لازم نطرده. الشيطان ابن الشياطين اللي مخاوي شياطين، اللي كله واكل عيشه من ضحكوا على النسوين بكلامه الماسخ. لكن مش شايف انه حاجه عجيبه انه نافع اللي بيعمل حجاب للسم والحسد يموت مسموم؟ ده للسم اللي بيتسقي مش للدغ التعبين. وبعدين ده حديث ماسخ انا ما بصدقوش. طب انت عندك ابوي كان عامل حجاب زي ايه اللي نابه؟ مفيش واحد في البلد جسمه تسمم من الهباب اللي اسمه الافيون ده قده. خلاص انا حديك حجاب المرحوم وملهاش لازمه المحكمه، وانا حبقى اسيطر على عيلتي. ليك حق عرف في رقابتي، وكلامك يمشي علي وعلى عيلتي كلها. نخوات يا همام، نخوات، ويا ريتك تعرف كده زين. جعان يعني مش كنت احضر طبيخ احسن؟ دي العفاريت مجوعاني يا ابو الحمد. الحمد لله. ادخل، انا بتخبط، الباب مفتوح للقريب والغريب. وحط امك ست العمشه يا امام اوعى تخطي تتاذي، اوعى تخطي الحدود يا كبير يا ولد الكبير. كبرت عيلتك يا بعيد، قوم قدامي فز وقول لي يا ابو صلص الحجاب ده بتاع مين؟ وسي مناع اداهولك. وما دخلش عليه كلامك العفش عن عم دياب. عارف ليه؟ عشان متعلم ومتنور وما يلدش عليه الحديد ده. انا ما جبتش سيرته وما نطقتش اسمه يا بوي على كهن الدجالين، ما انت اديت له موصوفه كلها، مع انك عارف الحجاب ده بتاع نافع مش بتاع عم دياب. عملت كده ليه؟ انا لو قلت لهم الحقيقه كانت الدنيا خربت. انا دليتهم على الثقه الغلط عشان يتوهوا. طب استلق قاعدك يا غراب البين. عارف ليه؟ عشان احكي لعمي، احكي له على كل حاجه، وانا متاكد انه هيذبحك ويعلق راسك على العشه بتاعتك وخليها تروح وتيجي كده. احب على يدك يا سمان، احب على يدك. وسع. حاجه واحده بس هتنجيك، عارف ايه؟ تلم خلقاتك وتهمل النجع قبل ما النهار يطلع عليك. يا سنة السوق يا ابو الحمد، هروح فين يا سمام؟ هروح فين؟ تلم عفاريتك وترحل في سواد الليل، وقبل ما النهار يشكشك عيشتك دي هتكون كوم تراب. خبرك ايه يا سبعي؟ انت طلعت تدور على همام ولا طلعت تدور على حاجة تانية؟ خبرك انت ايه يا مرة فقرية انت مش قلت هتتخمدي تنامي؟ ما اتخمدتش ليه؟ بدك تخمدني وتخلص مني؟ والله ما هملك ليه هتتهنى بيك، ده ناكلك وناكلها بسناني. بابا كانك اتجنيتي. قصدك مين يا مرة مجنونة؟ الحرباية، وديني لجرسها في النجع كله، وخلي العيال يحدفوها بالطوب وين ما تروح.
الله في سماه، لو لسانك زل بكلمة لكون متجوزها عليكي واخليها تكتم على نفسك العمر كله. يا مري تتجوزها يا دياب؟ ايوه هتجوزها عليكي، ولو مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط او حتى عض في الارض. يا ليلى مطينه بطين. طب اعملها كده يا دياب وانا طخكم بعيار واحد واخد مصارينها دي يا ابوي واتحزم بيها وارقص وسط النجع كله. غوري غوري جاكي خابط يفك الحم صدرك. تضربني بالمركوب يا دياب؟ تضربني عشان المرة النجاجة دي؟ بس يا مرة مخبولة، المرة النجاجة دي حداها مليون جنيه. المرة النجاجة دي قمر وترد الروح، عايزانا اهملها عشانك انت يا فجرية يا جوجة. ابقى خليها ترد لك روحك. تعال يا رجاية، مالكم؟ ايه اللي حصل؟ زمجانين ليه؟ بص يا همام، حماتك دي ملهاش قعد في البيت ده تاني، وكتاب الله ان صحيت من نومتي وما لقيتهاش غارت لنحل شعرها شعرايه شعرايه واخلي امك تكمل عليها. طب وحد الله وحد الله وادخلي جوه دلوقتي، صباح رباح. لا اله الا الله. يا رب الصبر من عندك يا رب. جاتك داهية. ايه يا عمي؟ مالك معفرة رجاية ليه؟ شوف يا همام، انا من بكره هعلن جوازي ودخلت على حماتك، ورجاية دي تغور تنام في باط عمتها اللي هي امك محتاجه اللي يراعيها ويخلي بالها منها. يبقى ناوي تخربها، هتقهر امي قبل رجاية. خلاص يا همام، انا زهقت منها. عاجبها ترضى بنصيبها، عاجبها مش عاجبها هطلقها قدام النجع كله واجيب ام جميله احطها مطرحها. طب قابل جات لك ايه؟ باينها ولعت. ايه يا ام جميله، واخده خلقاتك ورايحه وين؟ مش الخواجات مشوا؟ هرجع بيتي وياخدوا فلوسهم. الخواجات معودين، كان على بيتك خلاص ما بقاش بيتك. على ما يرجعوا هبني لي بيت ان شاء الله من اوضه واحده واقعد فيه براحتي من غير ما مره تنبت علي ولا حد يظن فيا اني مش متجوزه. طب على الطلاق بالثلاثه منك ومنها ما انت طالعه. ايه رايك عاد؟ واللي كان متدار يا همام هيبان دلوقتي. تعالي على همام. يا عم فوتي قدامي. يا عم مهل. فوتي. خش قدامي. خش قدامي. يلا خش قدامي. جبتها تاني ليه يا دياب؟ لانها مرتي يا مرت اخوي. ام جميله مرتي زيها زي رقيه وليها في البيت ده زيها بالظبط. ايوه ما هتداروا على عملتكم السودا كيف. اكتمي يا بنت واقفلي خشمك لارميكي برا البيت في الساعه دي. ام جميله مرتي ومن زمان وهمام شاهد على كده، واحنا كنا مضارين لغايه ما يخلص بنا بيتها الجديد. استهوكت لك لغايه ما اتجوزتها عليا يا دياب، وانا نقول الوكسه مسكتك ليه؟ اللي هو اتجوزها اللي ما وكستيه انتي. اسكت انت، خلصونا، خلوا الليله الغبره تعدي على خير. ايوه عم اتجوز ام جميله وانا شاهد على الجوازه دي. روح يا امام، قلبي غضبان عليك، لا انت ولدي ولا انا امك بالسعاده، ومطرح ما تروح رقيه انا اروح وياها. يلا يا بنتي. اصبر يما اصبر، الصباح رباح، ما يصحش تطلعي برا البيت. انا ما اقعدش في حته واحده تحت سقف واحد مع الحربايه دي. روقي يما روقي، لا يحصل لك حاجه. خلاص انا هريحك. عمي خد ام جميله واطلعوا باتوا برا البيت سواد الليل، ومن بكره لازم انا الاقي حل الموضوع ده. خلاص يا عمي خلاص، انا على راسي هم ما يتلم، احب على راسك. خلاص احب على راسك اهو. خلاص يا من الموضوع ده. خلاص يا ولد اخوي، خلاص انا هنفذ كلامك، عمري ما كسر لك كلمه. ماشي يا مرت اخوي، افتكر انك بتطردني من البيت اللي انا ليا فيه نص. نصيبك قاعد فيه عيالك ومرتك الاصيله، وما دام اتجوزت على رقيه يبقى مالكش فيه حق. خد مرتك الجديده وروح يا دياب. يروحوا فين السعاديه يا عم؟ قلت لك اسكت انت. خلاص انتوا هتتعاركوا بسببي. ماشي يا مرت اخوي، هاخد مرتي وامشي. يلا يا ام جميله، خدي فرشتك الحنينه وتعالي نقعدوا بره في الطل نقضوا احلى ليله تحت القمرايه. الخرابه معاك جنه يا دياب، وبكره هنشوف مين اللي هيتهنى ومين اللي هيعد النجوم. يلا يا قمري يلا. شوف المهرة يعددوا عليك بعدد نجوم السماء يا بعيدة. خلاص يما خلاص، الموضوع خلص. شوف الراجل. خلاص يما